السلام عليكم. اليوم جبت لكم اعدادات وحساسية من اقوى الاعدادات الحساسية للموبايل. هاي سكوب 6. هاي الريد دوت. بعد عندنا السكوب 2 ما حد يرغبها. سكوب 3. السكوب 4. من اقوى الحساسية والاعدادات. اول شي الاعدادات تقدر تلعب بيها 4 اصابع. نجي على الاعدادات، مفاتيح التحكم، تخصيص. هاي هي، تقدرون تشوفون اي شي موجود فيها. مثلا طرق الغلق، بدل على منظور شخص اول، تلعب بكل اريحية. من ناحية الاعداد، من ناحية الحساسية، هاي هي الحساسية. جيروسكوب 400 400 400 400 240 300 75 175. حساسية الجيروسكوب الاي دي اس نقدر نفعلها تفعيل كل شي 400 400 300 300 كل شي. هاي هي الحساسية. بالنسبة للاعدادات، اهم شي هنا عندنا الضغط باستمرار. شوف هنا اذا تفتح تخليها على الضغط، هنا لازم انت تحرك يعني ترجع شو اسمه بس. شوف هنا يصير الفتح السكوب بطيء كلش. من اهم الحساسية يعني من اهم الاعدادات تخلي الضغط باستمرار، تصير الفتحة كلش سريعة. يعني مثلا تريد ترمي على لاعب، بهاي الطريقة يعني تقدر تتحكم بسرعة بيها. وعندنا اهم شي، اكو شي يجهلونه هواي من اللاوعي للشبكة بطيئة. بالاعدادات لا تفتح، يعني ما تتحرك. من ترمي مكان، من ترمي مثلا على هذا، تخليك شوية بعيد على الحيط. عندنا شي ثاني مهم، من تنزل على لاعب، من تنزل على لاعب لا تنزل عليه هيج وترمي عليه، لا هذا غلط. اهم شي هسه انطيكم هاي، انت تنزل على لاعب، مثلا اللاعب هنا لا تنزل في هاي الطريقة، تفتح منظور الشخص الاول، منظور الشخص الاحول، او من هنا. ليش شو اسمه بطيئة الشبكة؟ هاي الطريقة تنزل عليه وتفتح. يا اخي اها مكان القفز ما تغير. منطي الحساب لسربست. هاي الطريقة تنزل على اللاعب. راح اعطيكم معلومة، في ناس هواية يقول لي ليش من تبيك ما تفتح مثلا هيك بيك. انا لا، ما اسوي هاي الطريقة. من ابيك على اللاعب اطلع له بكل جهة، ما ابيك نفس مثلا هيك، ما ابيك. بسبب انه اذا تطلع راسك بوحدة
يعني تطلع بس راسك، يعني طلع راسك هيك، طلق يجيك من الخصم على الراس، فقط على الراس. فإذا تطلع جسمك كله يجيك أكثر شي بادي، يعني من الخصم يرميك يجيك بادي. هاي أهم شي. أنا من ألعب بهاي الطريقة. بعد عندنا شي مهم، مثلا انت محصور بهاي المكان او بغرفة، اي شي، لا ترمي بهاي الطريقة، ارمي بهاي الطريقة تكون اوضح. تفتح منظور شخص اول. هسه راح امثل لك اياها هنا، وكلش تستفاد من عندها. خلنا نطب بهاي الغرفة. انت قاعد هنا، مش عليك 4، انت راح تحبس نفس، تاخذ نفس، فتفتح منظور شخص اول وتكون مسيطر بطلاقة. يعني هنا انت تكون المستفاد، هيك يعني تختلف. يعني شوف الفرق هنا وشوف الفرق هنا، الصورة تكون اوضح. لهذا السبب استخدم منظور الشخص الاول بهواي شو اسمه. شوف الفرق. دائما تكون لازق بالحيط، لا توقف هنا. استخدم يعني تكون لازق بالحيط، تفتح منظور شخص اول وركز على الهيد. من اهم شيء بالمواجهة شلون تركز، شلون الطلق يجي هيد. لا تركض وايمك هنا. شوف هنا هاي القدر، لازم هذا الايم، يعني النقطة تكون بهاي شو اسمه. من تركض هيج موبايل حمى بسرعة يحمى تصفير. من تركض بهاي شو اسمه، هاي النقطة تركز عليها، هاي النقطة تخليها. مثلا انت تركض بمكان، مثلا تقول انه اكو واحد هنا طلع لاوبن، انت برا الزوم هو داخل الزوم، وانت مجبور تطلع على الزوم. من تركض تطلع هيج، شوف النقطة وين. شوف هنا الشباك، شوف شلون اخلي النقطة عليها. تفتح ايمك، ايمك يكون عليها. هاي من اهم الشغلات. في ناس شغلات بسيطة يعني الناس ما تركز عليها، فهاي تكون بسبب قتلها. يعني مثلا اذا انت تركض هناك، مثلا خلينا نقول اكو واحد هنا، وانت ايمك تركض هيج، على ما ترميه وتعدل ايمك تتأخر. شوف اذا تركض هيج طبعا. بالنسبة للسكوبات بهاي الحساسية تقدر تستخدمهم على اي سلاح، على اي سلاح. وملاحظة هاي الحساسية، يعني اذا يكون عندك ايفون مشكلة، وسامسونج مشكلة، يعني ماكو اشكال بالاثنين. حساسية مو للايباد. هاي الحساسية. مشكورين، طولنا عليكم. ريت ننطي ملاحظات بعد، نشوف الملاحظات. يعطيكم
بعدين نعطيكم اياها. بصراحة اعتذر لان ما اقدر اصور هواي. خلنا امس الشاشة. يا ابو يا جمر، يعني التصوير اذا اصور يعني اكثر من 5 دقائق ما اقدر اصور. 5 دقائق 10 دقائق موبايلي جمر. السبب كنت افتح بثوث، يعني العب على البث المباشر وعلى الشحن، البطارية عندي منتهية، حتى يعني الموبايل ضعف. لا تنسونا من المتابعة واللايك، وشكرا جزيلا.